الاستقلال الحضاري الشامل وسيادة الأمة. يعني هو كونه تبنى الفكر الإسلامي الصحيح، فالفكر الإسلامي الصحيح الإسلام يشمل كل قضايا البشر. نعم. وشو ما هي الحضارة؟ هي الاهتمام بكل قضايا البشر، والإسلام اهتم بكل قضايا البشرية، لم يترك شيئا في هذه الحياة ليس له فيه رأي ولا. يعني الأمة في ذلك الوقت كانت أمة محتلة، يعني كما نعم. قلنا الخلافة سقطت، وبعد 4 سنوات تم تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. غالبية الأراضي الإسلامية في ذلك الوقت كانت محتلة ولم تكن ذات سيادة مستقلة، فكان من مشروع الإمام البنا وتحدث عن الاستقلال الحضاري الشامل وسيادة الأمة، يعني خروج الأمة من تبعياتها لهذا المحتل أو هذا المستعمر وتحقيق السيادة الكاملة لها. الإمام البنا دعا إلى تحرير الأوطان من المستعمر. هي من أهم القضايا التي تكلم بها الإمام البنا ودعا إليها في أرجاء المعمورة كلها، وليس فقط في مصر.